تخيل ان انت يكون عندك القدرة ان انت تبني اي حاجة تقدر بس ان انت تتخيلها. لو احنا كبشر قدرنا ان احنا يكون عندنا القدرة دي يا جماعة، تعال اقول لكم كده الستبس اللي كنا هنمشي عليها عشان نقدر ان احنا نبني اي حاجة احنا عايزينها. اول حاجة يا جماعة كانت هتهمنا وان احنا نحدد البيلدينج يونت بتاعتنا. انا عايز ابني عمارة، فانا محتاج اسمنت، محتاج حديد. هي دي البيلدينج يونتس اللي العمارة هتقوم عليها ولا لا؟ عايز اقول لكم ان هي دي نفس الحاجة اللي العلماء نفسهم ان هم يكتشفوها. ايه هي الحاجة دي؟ ايه هو اساس الكون؟ عشان اقدر ان انا اشرح لك ازاي كوبايه القهوه اللي انت بتشربها، ازاي الكتاب اللي انت بتذاكر منه، الموبايل اللي انت بتتفرج عليا من خلاله، كلهم معمولين من نفس البيلدينج يونتس. تعالوا اشرح لكم في الاول يعني ايه اصلا موليكيول واتوم. من زمان جدا جدا يا جماعه والعلماء اكتشفوا ان كل الحاجات اللي حوالينا ليهم نفس البيلدينج يونتس. انا مش بس بتكلم على عربيات ومباني وكاميرا، لا انا بتكلم على كواكب كامله. كل الكواكب، كل الستارز، المجرات كلها مبنية من نفس البيلدينج يونتس. دايما اكيد سمعنا الجملة دي حوالينا، وهي ان كل حاجة في حياتنا معمولة من اتومز ومعمولة من موليكيولز. لو بصينا من بعيد قوي كده يا جماعة هناخد بالنا ان كل الحاجات معمولة من شوية موليكيولز محطوطين جنب بعض بشوية بوندز. الموليكيولز دي يا جماعة لو عملنا زوم ان عليها هنلاقي ان الموليكيول الواحدة معمولة من شوية اتومز. الاتومز هنا بقى يا جماعة اللي بتختلف من ماتيريال لماتيريال تانية. يعني مثلا عندنا الأكسجين أتوم، عندنا الهيدروجين أتوم، كلهم بيكونوا معمولين من إيه؟ 3 حاجات، معمولين من النيوترونز، معمولين من البروتونز، ومعمولين من الالكترونز. واللي بيفرق اتوم عن اتوم تانية واللي بنقدر من خلالها نقول في ماتيريال بتفرق عن ماتيريال تانية هو عدد البروتونز وعدد النيوترونز وكمان عدد الالكترونز. عشان نفهم اكتر واكتر يا جماعة عايزك تبقى عارف ان الاتوم دي اصلا لو بصينا عليها هنلاقي ان 90% منها empty space اصلا. يعني البروتونز والنيوترونز والالكترونز اللي قاعدين بنقول عليها في الاتوم دول يمثلوا 10% بس. امال ال 90% التانيين ايه؟ فراغ، فاكيوم. واحد هنا هيجي ويسالني يقول لي طب هو ازاي الاتوم 90% منها فاكيوم وستيل هي محافظه ان هي ليها شكل معين كلنا عارفينه؟ اجي هنا واقول لك ان الاتوم دي عباره عن نيوكليوس موجوده في النص. النيوكليوس دي بيكون جواها النيوترونز والبروتونز والالكترونز بتلف حواليها. حد هيقول لي طب وهو الالكترونز ايه اللي بيخليها تلف حواليها؟ سؤال جامد. اجي هنا واقول لك ان الالكترونز دي يا جماعه بتكون بارتكلز نيجاتيفلي تشارج، يعني عليهم شرطه كده بالنيجاتيف. انما البروتونز دي بتبقى بارتكلز بوزيتيفلي تشارج. واكيد كلنا عارفين ان لو في حاجه بوزيتيف وفي حاجه نيجاتيف هم دايما بيأتراكت بعض. طب لو ده بوزيتيف وده نيجاتيف والاثنين بيأتراكت بعض، ايه اللي ما بيخليش الاتوم دي تكولابس على نفسها تبقى حته كده بوينت واحده سوليد يا مستر؟ ليه حضرتك بتقول ان 90% منها فاكيوم؟ وعشان اشرح لك حاجه زي كده عايزك تبقى عارف معلومه مهمه. تعال نتخيل ان انت راكب عربيه وسايق بسرعه جدا جدا جدا، وفي ملف. اكيد بتاخد بالك ان كل ما سرعه العربيه دي بتزيد كل ما انت لازم تاخد الملف على واسع اكتر ولا لا؟ وده يا جماعه بسبب حاجه اسمها السنترفيوجل فورس، اللي هي بتكون الفورس اللي بتزقك لبره. والفورس دي بتحصل طول ما انت بتلف حوالين سنتر معين بسرعه جامده. يعني يا جماعه زي ما البروتون بتشد الالكترون باتراكشن فورس اسمها السنتربيتال فورس اللي بتشدها لجوه، برضه واحنا بنلف عشان الالكترون ده بيلف بسرعه عاليه جدا جدا في السنترفيوجل فورس اللي بتزقه لبره. وهو ده اللي بيحافظ على الاستراكشر اوف الاتوم، هو ده اللي بيخليها 90% منها فاكيوم. في النيوكليوس
النيوكليوس التقيله اللي في النص اللي فيها النيوترونز وفيها البروتونز اللي بتشد الالكترونز اللي بتلف حواليها، بس الالكترونز دول ماشيين في اوربت بعيد عن النيوكليوس عشان عندهم سبيد عاليه جدا. وحتى هتاخد بالك ان كل ما الالكترون السبيد بتاعته بتزيد الاوربت بتاعه حوالين النيوكليوس بيكبر، وكل ما السبيد تقل كل ما الاوربت بيصغر. واحد هنا هيجي يسالني طب مستر هي لو احنا كلنا بقى معمولين من الاتومز دي، والاتومز دي يا مستر 90% منها فاكيوم، هو ازاي مثلا لما احنا بنيجي نسلم على بعض كده ايدينا ما بتخشش جوه بعض؟ هو يا مستر مش الموضوع كله فاكيوم؟ ازاي انا ما فيش فراغات في ايدي عشان اشوفها؟ اول حاجه احنا جسمنا معمول من مليارات الاتومز، لدرجه ان هم صغيرين جدا وجنب بعض جدا درجه ان احنا مش هنشوفها، بس اكيد الفاكيوم ده ستيل موجود. بس عايزك تبقى عارف حاجه مهمه جدا، احنا لما بنسلم على بعض او بنلمس حاجه معينه اللي بيدينا احساس اللمس ده اصلا هي الفورسز اللي ما بين البارتيكلز والاتومز وبعض. بيبقى في فورسز ما بينهم هي دي اللي بتديك احساس اللمس، مش ان انت حرفيا ايدك لمست ايد التاني، لا، هو في فورسز سواء اتراكشن او ريبولشن ما بينهم هي دي اللي بتخليك تحس ان ايه ده، انا مسكت حاجه، انا لمست حاجه خشنه، انا لمست حاجه ناعمه. هي دي الفكره كلها. بعد ما كلنا كنا فاكرين ان الاتوم دي هي اصغر حاجه موجوده في الكون وان هي دي البيلدينج يونت بتاعتنا، اكتشفنا ان اصلا النيوكليوس دي اللي جواها نيوترونز وبروتونز، الالكترونز اللي بتلف حوالينها كلهم جواهم حاجه اصغر، حاجه اسمها الكواركس. طبعا يا جماعه الكواركس دي ده علم كبير جدا، وعايز اقول لكم ان فيها تايبس كتيره جدا جدا جدا، بس احنا عشان نسمبليفاي الموضوع هنقول ان الكواركس دي في منها 2 تايبس بس هو في اكتر من كده بكتير، بس المين تايبس بتوعهم هم الاب كوارك والداون كوارك. بس احنا اكتشفنا بقى ان البروتون ده بيبقى معمول من 2 اب كواركس وواحده داون. النيوترونز دول يا جماعه بيكونوا معمولين من 2 داون كواركس واحده اب. ناس كتير هتقول لي خلاص كده بقى يا سيف، هو ده كده الاكتشافات وشكرا، عرفنا ايه هي البيلدينج يونتس اللي نقدر نبني من خلالها اي حاجه احنا عايزينها في الكون. صراحه يا جماعه الاب كوارك والداون كوارك دول كانوا الفيرست جنريشن اوف الكواركس. احنا اكتشفنا ان في سكند جنريشن حاجه اسمها السترينج كوارك والشارم كوارك. اكتشفنا بعد كده ان في حاجه اسمها التوب كوارك وحاجه اسمها البوتوم كوارك في الثيرد جنريشن. وبعد ما خلصنا الكواركس لقينا ان في حاجه اسمها انتي كوارك، انتي توب، انتي بوتوم، انتي سترينج، انتي شارم، انتي اب، انتي داون. ايه ده؟ هو ده مستر اللي ليه علاقه بحاجات ليها علاقه بالانتي ماتر؟ هي دي. بس طبعا حته الانتي ماتر ده توبيك كبير جدا ممكن نتكلم عليه في فتره تانية، بس احنا دلوقتي مركزين، احنا كده عرفنا كل الكواركس والانتي كواركس، عرفنا كل البيلدينج يونتس بتاعتنا، يلا بقى يا مستر نبني اي حاجه احنا عايزينها؟ لا، اكتشفنا ان في حاجه اسمها سترينج ثيوري. ايه دي بقى يا مستر؟ السترينج ثيوري دي يا جماعه قالت ان الكواركس دي ستيل معموله من بيلدينج يونتس اصغر، وهو هنا جاي بيقول لك ان دي اصغر بيلدينج يونت تيل ناو احنا اكتشفناها. والسترينج دي يا شباب طبعا بيبقى ليها different types of movement و different types of vibrations، فبالتالي بتقدر تعمل different types of quarks اللي بتعمل لي different types of particles و different types of atoms. بس هنا هو اكتشف ان المين بيلدينج يونتس هي بتبقى شويه سترينجز كده بتطلع انرجي، زي لو احنا جبنا الفيولين كده يا جماعه ولعبنا بيها. هو احنا مش بنمشي على السترينج، والسترينج ده لما بيفايبريت بطريقه معينه بيطلع صوت معين؟ هي دي نفس الفكره بالظبط مع السترينج ثيوري، ان هو اكتشف ان السترينجز دي لما بتفايبريت مش بتطلع صوت، لا بتطلع انرجي، والانرجي دي هي اللي بتفورم الكوارك. بس هنا بقى تيجي البوينت، بعد كل اكتشافاتنا دي هل احنا قدرنا ان احنا نريبليكيت اي حاجه من الحاجات اللي احنا شرحناها في الفيديو؟ للاسف لا. احنا كل اللي قادرين نعمله ان احنا ناخد البارتيكلز، ناخد الاتومز، ناخد الكواركس اللي موجوده في الحقيقه ونحطهم جنب بعض بشكل معين، بس ما قدرناش ان احنا نعمل كوارك من الاول، ما قدرناش ان احنا نعمل سترينج من السترينجز اللي بتطلع انرجي من الاول. وده اللي مخلي العلماء تلناو
بيفكروا هل فعلا السترينج هو اصغر بيلدينج يونت؟ ما اكيد لو احنا وصلنا لاصغر بيلدينج يونت فعلا هنقدر منها ان احنا نعمل حاجه تبني الكواركس والبارتكلز والاتومز. وعشان نقدر نعمل حاجه زي كده لازم نفضل نريسيرش ولازم نفضل ندور ونركز في اللي بيحصل حوالينا. حبيت في الفيديو ده اشرح لكم الباث اللي احنا واخدينه كبشر عشان نقدر نبني اي حاجه احنا محتاجينها. ومن رايكم هل فعلا هنقدر ان احنا نوصل لدي؟ هل فعلا هنقدر ان احنا نعرف ايه هي البيلدينج يونت بتاعت الكون كله؟ منتظر اسمع رايكم في الكومنتس، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شيفت تايم ستان.